شباب اولى اعدادي عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنراجع مع بعض على المنهج كله وان شاء الله هتخش تقفل. انا باشمهندس كرولوس كمان معاكم ان شاء الله. هتفهم معايا كل حاجه، مش تحفظ، مفيش حفظ خالص. اهم حاجه ان انت تفهم عشان تعرف تحل كل حاجه. نبدا مع بعض كده. اول سؤال بيقول لي الميديان. طب ايه هي الحاجه اللي كنا بنقولها في الميديان؟ الميديان كنا بنقول لك رتب الارقام من الكبير للصغير او من الصغير للكبير. هتشطب هتلاقي الرقم طلع فين؟ في النص. طب هل هي كده مترتبه من الكبير للصغير او من الصغير للكبير؟ قال لي ولا من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير. بعد اذنك رتبها. حلو، يبقى هبدا من الكبير، يبقى 30، بعد كده ال 80، بعد كده ال 7، بعد كده ال 15، بعد كده ال 7، بعد كده ال 5. قال لي حلو، انا كده رتبت من الكبير للصغير. هتعمل ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ شطب. يعني ايه شطب؟ يعني انا هشطب الرقم ده مع الرقم ده والرقم ده مع الرقم ده. مستر اتبقى لي كام رقم هنا؟ قال لي اتبقى لي رقمين. لو اتبقى لك رقمين يبقى انت كده هتعملهم بلس بعض اوفر عددهم اللي هم كام؟ رقمين. تطلع الاجابه معاك بكام؟ ب 16. طب هنا تاني سؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي the number of او the measure of interior angle بتاعت شكل عنده كام سايد؟ ال n ب 8. طب ايه الرول اللي كنا بنقول عليها لو عايز ال1 انجل في اي شكل ريجولر؟ اهم حاجه ان هو يبقى ريجولر. يبقى عندي رول بتقول n minus 2 times 180 over n اوفر عددهم. n ده اللي هو عدد السايدات. فلما اجي اقعد في القانون ده يبقى 8 minus 2 times 180 over 8. تروح ماسك الكالكليتور وتروح عامل 8 minus 2 times 180 over 8. تطلع الإجابة 130 كام؟ 5. حلو، نكمل. ايسوسيلس ترينجل. ممكن تبقى الكلمة دي جديدة شوية عليك. ايسوسيلس ترينجل ده يعني حاجة عنده سايدين قد بعض، عنده حتتين قد بعض. فالترينجل لو عنده حتتين قد بعض، واحد ب4 واحد ب8، قال لي يبقى التالت المفروض يبقى يا اما 4 يا اما 8. طب انا عندي سؤال، انا المفروض اخد كام؟ قال لي بص، احنا عندنا رول بتقول لو انت معاك سايدين وعايز السايد التالت، يبقى مره هتقول لي ان هما ماينس بعض، مره هتقول لي ان هما بلس بعض. خد اي رقم في النص ينفع. سوري، دي 4. 8 minus 4 4. 8 plus 4 12. اي رقم ما بين الرقمين دولت ينفع يبقى هو السايد التالت. طب انت سؤال، عندك هنا كام؟ قال لي انا عندي 3. طبعا ما تنفعش. ال4 طبعا ما تنفعش عشان انا عايز ما بين ال4 وال12. قال لي برضو 12 ما تنفعش. فهتلاقي فعلا هو اللي نفع مين فيهم؟ ال8 مش ال4. ففعلا كده بقى السايد اللي هو ايكوال ايه؟ 8 و8 و4. فكده عنده سايدين زي بعض. عنده سايدين زي بعض. السؤال اللي بعد كده، نمسح بقى الكلام ده. السؤال اللي بعد كده سؤال السكيل دروينج. طبعا في ناس كتيره قوي بتتلخبط في السكيل دروينج. احنا قلنا السكيل دروينج هو رول. ايه الرول بتاعت السكيل دروينج؟ اللينس اون دروينج اوفر لينس اون ريل، هو ده السكيل. بس اهم حاجه اليونتس تبقى ثابته. يعني ايه اليونتس تبقى ثابته؟ يعني انا لو كتبت ده متر يبقى تحت متر، ده سنتيمتر يبقى تحت سنتيمتر، كيلومتر. ما ينفعش يبقى حاجه تحت وحاجه الثانيه فوق. فهو هنا الراجل بيقول لي انا معايا السكيل ذات نفسه ب 1 اوفر 200. يبقى 1 اوفر equal if a map scale is 1 to 200 if the distance between 2 points in map. يبقى ده كان لينس ان ماب او لينس ان دروينج اللي هو اللينس دي equal 3.5 سنتيمتر. What is the real distance؟ يبقى هو عايز اللينس بتاع الريل، وكده ده معايا اللينس بتاع الدروينج او الماب. قال لي خلاص، يبقى كل اللي هقوله يبقى اللينس اوف دروينج 3.5 اوفر اللينس اوف ريل. بس خلي بالك الراجل ده قال لك ايه؟ كيلومتر. يبقى انت لازم تحول من سنتيمتر لكيلو متر. طب هو سؤال، هو السنتيمتر ده صغير ولا كبير؟ قال لي السنتيمتر ده صغير. فقلنا الصغير بيعمل ايه في الكبير؟ بيقسمه.
لكن الكبير بيعمل ايه في الصغير؟ بيضربه. قال لي حلو. يعني انت قصدك ده يا مستر اللي هو بالسنتيمتر ده علشان تعرف تخليه كيلومتر هتعمله ديفايدد. طب ديفايدد كام؟ انا مش حافظ. اقول لك طب تعال نفكر مع بعض. هو من السنتيمتر للمتر بتقسم بقد ايه؟ قال لي هعمل ديفايدد 100. طب ومن المتر للكيلومتر ديفايدد 1000. يبقى كلهم على بعض كام؟ يبقى 1 وجنبه كام زيرو؟ انت في الاول زيروهين وفي الثانيه 3 زيروهات، يبقى كلهم على بعض 5 زيروز، اللي هم الاثنين الاولانيين بتوع ال 100 والثلاثه التانيين بتوع ال 1000. خلاص كده اتحلت يا مستر. ليه؟ انا عايز اللينس اون ريل. هنعمل ايه؟ هنعمل الباشا ده في الباشا ده على الباشا ده. يعني ايه؟ يعني يا مستر انت قصدك هتعمل 3.5 ديفايدد 1 2 3 4 5 تايمز الرقم ده 1 2 3 4 5 تطلع بكام في الاخر؟ 7 كيلو متر. يبقى تاني انا كل اللي اعمله يبقى اقول ان اللينس ان ريل ايكوال 3.5 ديفايدد تايمز ان انا اعمل كروس اوفر 1. اعمل الكلام ده على الكالكليتر هيطلع معاك الاجابه كام في الاخر؟ 7. يبقى اهم حاجه في السكيل دروينج تكون عارف الرول لينس اوف دروينج اوفر لينس اوف ريل، واهم حاجه يبقى اليونتس زي بعض سنتيمتر سنتيمتر كيلومتر كيلومتر. فقلنا الكبير بيعمل ايه في الصغير؟ بيضرب الصغير، والصغير بيعمل ايه في الكبير؟ بيقسم الكبير. السؤال اللي بعده من الاسئله الحلوه قوي. وات ذا فاليو اوف اكسبريشن ده لما الكي بنيجاتيف 2 والام بنيجاتيف 1؟ قال لي خلاص يبقى انا كده كل اللي هعمله هشيل الكي احطها كانها نيجاتيف 2 واشيل الام واحطها كانها نيجاتيف 1. قال لي طب يلا يا مستر يلا تبقى 3 وهنا نيجاتيف 1. يا ولا ده مش معمولين ماينس بعض ولا مالتبلاي بعض، طول ما فيش سبيس يبقى هم عاملين مالتبلاي. يبقى كده الكي حطيناها الام خلاص بنيجاتيف 1، بعد كده اخش على 2 يبقى 4 معموله مالتبلاي نيجاتيف 2 بلس 1. يلا نحسب يا مستر. 3 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 3، 4 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 8 بلس 1. طب يا مستر دي كانت بلس ازاي خليتها ماينس؟ ما هو بلس مع ماينس تقلب ماينس. تعالى نحسب ده. طبعا انت بتمسك الكالكليتر وتحل على طول، احنا بعملها لك ستيبس عشان تبقى فاهم. يبقى نيجاتيف 3 ماينس 8 يبقى نيجاتيف 11 بلس 1 يبقى الاجابه كام في الاخر؟ كام؟ نيجاتيف 10. طب ليه يا مستر نيجاتيف 10 مش بوزيتيف 10؟ عشان كنا نقول لو هم ديفرنت ساين هعملهم ماينس بعض، بس ناخد الساين بتاعت مين؟ البيجر اللي هو كام؟ النيجاتيف. يبقى هنا الاجابه في الاخر نيجاتيف 10. السؤال اللي بعده بيقول لي انا عايزك تجيب لي الانجل دي او اي. دعاء تقريبا ولا ايه؟ اسمها ايه؟ دعاء. دي او اي. هو عايز الحته دي. طب يا مستر يعني هو الراجل ده ايه يعني؟ مش فاهم. عايز دي او ايه؟ لا استنى، ده دعاء ده اهي. عايز الحته دي كلها. تصدق يا مستر صح. مستر انت مش قلت لي ان في اكس هنا واكس هنا، يبقى دي كمان بكام؟ 65. تصدق صح. طب يا مستر ما هي دي كلها على بعض ستريت انجل يعني بكام؟ يعني ب 180. ايه ده؟ يعني الحته اللي باقيه دي هتقول لي عباره عن كام؟ 180 ماينس 65 بلس 65 تطلع بكام يعني مستر الحته دي؟ اعملها بالكالكوليتر تطلع معاك بكام على طول؟ 50. يعني الانجل دي على بعض بقى عباره عن كام؟ 50 بلس 65. 50 بلس 65 يبقى كام؟ يبقى 150. السؤال اللي بعده. هوبا استنى يا عم. يلا بينا. خلاص خلصنا الجزء ده. بيقول لي اسئله مهمه قوي بقى. يلا هنعمل ايه؟ The projection of the point on the x axis. يا لهوي يا مستر تعالى افكرك بحاجه. projection on x يبقى حط الواي بزيرو، projection on y حط الاكس بزيرو. تاني projection on x حط الواي بزيرو، projection on y حط الاكس بزيرو. هي نفس المعنى لما يقول لك البوينت لاين اون ذا اكس اكسس، لما يقول لك لاين اون اكس اكسس يبقى حط الواي بزيرو، لاين اون ذا واي اكسس يبقى حط الاكس بزيرو، عكس عكاسي. يعني انت يا مستر قصدك لما يقول لي بروجيكشن على الاكس، طب ما انت عارف يا عم انت هو ان دي الاكس ودي الايه؟ دي الواي. قال لي تصدق يا مستر صح، دي الاكس ودي الواي. طب اقول لك على حاجه، بص كده عشان تبقى فاهم. كبر كده شويه، تعالى كده شويه بس.
تعالى نمسح بقى ونكتب لك تاني. انت عارف ان ده الاكس وده الايه؟ الواي. يعني انت قلت لي يا مستر لما بروجيكشن اون اكس يبقى الواي بكام؟ بزيرو. يعني انت قصدك يا مستر يعني البوينت دي هتبقى 4 وزيرو؟ صح يا باشا، صح يا معلم. ليه صح؟ علشان انت قلت لي على البروجيكشن على ايه؟ على اكس اكس. طب يلا، ذا ارثماتيك مين؟ المين ده قانونه ايه يا معلم؟ قال لي ده على طول لو انت شفته مجموعهم اوفر عددهم، اللي هو السم اوفر النمبرز اوف ذا 5. ده هنا بيقول لي ان الان ب 5 عددهم is 14 and الميديان 15. يا لهوي. والمود يا لهوي، ايه ده the largest of this number is واحده واحده بقى. بص يا مستر، انا هنا الراجل ده قايل لي كذا معلومه، ان انت عندك 5 ارقام. ال5 ارقام دولت المين بتاعهم اللي هو مجموعهم على عددهم كان ب 14، والميديان يعني الحاجه اللي في النص اللي هو شطه بشطه بشطه بتلاقي الرقم في النص بكام؟ 15. والمود اللي هو اكتر حاجه بتتكرر اللي هو كام؟ 11. قال لي طب بقول لك يا مستر انا ممكن اقول الارقام دي من عندي وخلاص؟ طب ما هقول لك بس ثانيه. تعال نحطهم باي حاجه انا مش عارفها. اكس واي زد كي، كام واحده؟ فاضل لي واحده ام. حلو جدا. اعتبر ان هم مترتبين من الكبير للصغير. قال لي حلو. هتعمل ايه؟ لو عايز تجيب الميديان تقول لي شطب 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 شطب، تلاقي الرقم في النص ده مين؟ ده الميديان. يبقى احنا نقول كده ان انت الرقم ده 15. تصدق يا مستر كلامك صح؟ قال لي حلو. تعالى كده ايه نكمل كده. جبت الزد. طب يا مستر انت بتقول لي ان الارثماتيك مين بتاعهم يعني مجموعهم على عددهم بكام؟ قال لي مجموعهم على عددهم يديني 14. يعني انت قصدك يا مستر لو عملت اكس بلس واي بلس زد بلس كي بلس ام اوفر 1 2 3 4 5 كله ايكوال 14. تصدق صح؟ قال لي صح. بس انت معاك معلومه تانية، ان انت كده الزد خلاص عرفتها ان هي بكام؟ ب 15. حلو. طب يا مستر لو عايز احل ايكويشن مش دي بالتايمز دي بالديفايدد تروح بالتايمز؟ قال لي صح. قال لي يعني انت قصدك هنا اكس بلس الواي بلس كي بلس ام بلس 15 ايكوال 14 في 5؟ قال لي 14 في 5 بكام؟ ب 70. يبقى اكس بلس واي بلس كي بلس ام، ودي ده بالمره دي على طول بقى. يبقى هي دي بالبلس هتروح بالماينس، يبقى 70 ماينس ال 15 اللي هي كام على طول؟ 50 كام؟ 55. قال لي حلو. يعني دولت كلهم بلس بعض اوفر العددهم وكل ده طلع كام في الاخر؟ 55. قال لي طب انا كده فاضل لي مين؟ اكس وواي وكي وام. قال لي طب ايه رايك؟ طب ما انا عندي بيقول لي ان المود ب 11، انا كده استخدمت الميديان وكده استخدمت المين، لسه اقول بايه بقى؟ الميديان. طب ايه ده؟ سوري، المود ب 11. يعني اكتر رقم اتكرر فيهم كان ب 11. لما اكتر رقم متكرر فيهم ب 11 طب خلي بالك بقى، خلي بالك ان انت كده كان عندك 15 في النص، وهنا سي حطينا 11 عشان هو لازم بترتب من الصغير للكبير او من الكبير للصغير. فهنا مثلا ما اعرفش، بس هنا ممكن ما ينفعش نقول تاني 11. قال لي يعني انت قصدك يا مستر امسح يا عم، يعني انت قصدك ان الرقم الاولاني كمان 11؟ تصدق صح. ليه؟ اصل هو مش هينفع يبقى بعد ال 15 يجي ال 11 تاني، يبقى انا لازم احط ال 11 وال 11 ليه اتكرر مرتين؟ عشان هو بيقول لي ده ريموت، فحطيت هنا 11 وده 11. قال لي يا مستر يعني انت قصدك ان الاكس والواي هيبقوا 11؟ قال لي تصدق يعني دي ممكن تبقى ب 11 ودي ب 11 بلس كي بلس ام، كل ده ايكوال كام؟ 55. قال لي بص كل شويه الارقام عماله يحصل لها ايه؟ تقل تقل تقل. قال لي حلو. طب يبقى كده 11 و11 22. طب ما كل ده بالبوزيتيف هيروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى كي بلس الام. امسك نفسك تعالى هنا ايكوال 55 ماينس 22. 55 ماينس 22 هتطلع معاك
33 يبقى كي بلس الام. حلو. انا كده جبت الكي بلس الام بكام؟ ب 33. قال لي يا مستر هو كل ده سؤال عشان اوصل للاجابه؟ انا لسه ما وصلتش حتى الاجابه. يبقى كي بلس ام بكام؟ ب 33. طب ده معناه ان الرقمين دولت مع بعض يدوني كام؟ 33. قال لي حلو. طب سؤال، اسال سؤال مهم، هو المفروض الرقمين دولت يبقوا كام؟ قال لي اكبر من ال 15. تصدق صح؟ يعني يا مستر ممكن واحد فيهم يبقى 16. طب لو واحد 16 يبقى تعالى نجرب 33 وشيل منها 16 يتبقى لك كام؟ 17. قال لي ايه ده؟ يبقى اكبر رقم في دولت يطلع بكام في الاخر؟ ب 17. طب تاني هي مسألة تقيلة شوية، بس هي انت فهمت فكرتها خلاص، بس هي طبعا كفكرة هي تقيلة شويتين تلاتة، فتخلي بالك من الافكار تاني. قال لك ارثماتيك مين يعني مجموعهم على عددهم يديني 14. انا جمعتهم وقسمتهم على عددهم اداني 14. بس انا اول حاجه بدات بالميديان، الميديان 15، يعني ده الرقم الايه اللي في النص، الرقم اللي في النص هو ال 15 اهو. يبقى 15 اهو، في رقمين قبله وفي رقمين بعده، و15 فين؟ في النص. يبقى جيت هنا حطيت مكان الزد 15. هو مين الاكس والواي والزد والكي والام؟ انا اللي حطيتهم من عندي، انا ما اعرفش ارقام ايه، فقعدت اقول ده اكس وواي وزد وكي وام، فحطيت مكان الزد 15، وبعد كده قلت الاكس بلس الواي بلس ال 15 بلس الكي بلس الام ايكوال ال 14 عشان هم اوفر 5 اللي هو عددهم ده لمين، وديت ده الناحيه الثانيه بالملتبلاي، بعد كده وديت ال 15 الناحيه الثانيه بالماينس، فطلعت في الاخر 17 ماينس ال 15. بعد كده قلنا طب ما هو بيقول لي ان المود 11، معنى كلمه مود 11 يبقى هو اتكرر كتير، طب هو مش هينفع يتكرر بعد ال 15، يبقى كده هيتكرر قبل الايه؟ ال 15. هيتكرر كم مره؟ هيتكرر مرتين، ما هو لازم على الاقل عشان يبقى اسمه مود يتكرر مرتين، يبقى الاكس والواي هم كمان 11، ف 11 و11 وادي 15، ناقص لي مين في الاخر؟ الكي والام. اشتغلت عادي خالص على الايكويشن اللي انا عاملها هناك بتاعت المين، وديت دولت الناحيه الثانيه، يبقى الكي بلس الام المفروض يطلع ب 33. طب ما انا كده بالعقل انا عايز رقمين بعد ال 50، بعد ال 15 مين الرقمين اللي ممكن نحطهم؟ 16 و 17. طب يا مستر انت ليه ما قلتش مثلا 20 و 13؟ ما هقول لك كلمه واحده، ما انت عايز الرقمين دولت يبقوا مالهم؟ بعد الايه؟ ال 15. طب انا اسال سؤال، لو انت جربت تحط الرقم ده مثلا 17، تعالى قول 33 ماينس 17 هيديك 16. هو انا ينفع ابدا بال 17 بعد كده 16؟ قال لي احنا قلنا مرتبينهم من الصغير للايه؟ للكبير. سؤال مهم خلي بالك منه. نكمل. انا عارف ان هو الافكار تقيله شويه، بس عشان تخش الامتحان تلاقي نفسك في الاخر عارف تعمل ايه، تعرف تحل. السؤال اللي بعده the value of expression لما نحط الاكس بنيجاتيف 1. ده سؤال عبيط قوي يا مستر. ايوه 4. تعالى يا عم 4 ملتبلاي نحط الاكس دي بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى 4 ملتبلاي نيجاتيف 1 ماينس 10، يبقى عباره عن نيجاتيف 4 ماينس 10، يبقى اللي جاي كام في الاخر؟ نيجاتيف 14. بيقول لي هي البوينت دي موجوده في انهي كواد؟ قال لي يا مستر تعالى نفتكر مع بعض الكوادات. الكوادات اهي، انا ده الاول، الثاني، الثالث، الرابع. اول تاني تالت رابع، انا عارف ان ده الاكس وعارف ان ده الواي. هنا البوينت اكس بوزيتيف واي بوزيتيف عشان ده كده ارقام بوزيتيف، هنا ارقام نيجاتيف، هنا ارقام بوزيتيف، هنا ارقام نيجاتيف. فتخلي بالك من حاجه زي كده. انا كل اللي هعمله ايه؟ هتقول لي هنا البوينت بوزيتيف، هنا البوينت الاكس بتاعتها نيجاتيف لكن الواي ساعتها بوزيتيف، هنا البوينت نيجاتيف اكس ونيجاتيف ايه؟ واي، وهنا الاكس بالبوزيتيف لكن الواي بالايه؟ بالنيجاتيف. قال لي يا مستر طب انت كده البوينت عندك ايه؟ نيجاتيف 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 نيجاتيف، يبقى كده انا في انهي كواد؟ الثيرد كواد. The type of the angle which supplementary يعني كام؟ يعني 180 180. طب كومبلمنتري؟ قال لي كومبلمنتري يعني 90. فبيقول لك مين الانجل اللي تحطها على اي اوبتيوس انجل؟ اوبتيوس يعني ايه؟ اكبر من 90. ايه الانجل اللي احطها مع انجل اكبر من 90 عشان تديني 180؟ قال لي طب ثانيه، هو انت مش قلت لي الاوبتيوس دي اكبر من 90؟
قال لي يعني مش هينفع تبقى 90. واخرها اي رقم قبل ال 180. طب احط لها كام عشان تبقى سبلمنتري عشان تكون لي 180؟ قال لي اكيد رقم بعد، يعني مثلا قول 100، قول 100 الرقم ده 100، قول الانجل دي 100، فاضل لها كام عشان تبقى 180؟ 80. ايه ده الرقم ده ايه؟ اقل من 90. قال لي طب اقول لك يا مستر لو حطيت 110 يبقى فاضل لك كام؟ 70. ايه ده؟ يعني الرقم ده اقل من ايه؟ اقل من 90. ما دام هي اقل من 90 يبقى هي اكيد ايه؟ acute angle. The angle which the measure have 80. يعني انا معايا انجل ب 80 مالها بقى؟ vertically opposite angle فوقها VOA. ما دام VOA يبقى هي اكيد كمان بكام؟ ب 80 زيها. ركز الكلام ده مهم، ركز الكلام ده مهم. نطلع نشوف الباقي، نمسح ده بقى. يلا بينا. هوبا حته جيومتري بقى يا لهوي، يلا بقى. طبعا انت تشوف الشكل ده والبروف، يا نهار ابيض يا مستر اهو المنظر ده، يا نهار ابيض عايز انهي ده؟ عايز الانجل دي؟ طب انا ما بحبش البروف. انا عارف انت ما بتحبش البروف. قال لي بص زوم لي كده حته، هوبا بس كده كفايه عليها. ادي بص يا باشا، انت بقى عايز ايه؟ انا عايز الانجل دي. طب هو الشكل ده كام سايد؟ قال لي تعالى نعد 1 2 3 4 5 10 1 2 3 4 5. هو انت عارف الانجلز كلها بكام في الفايف؟ قال لا، يبقى لازم اول حاجه تروح حاسب الايه؟ الانجلز كلها على بعض بكام؟ طب هو ايه القانون اللي بيحسب لي كل الانجلز على بعض بكام في اي شكل؟ قال لي القانون اهو، اوعى تنساه، n minus 2 times 180. طب يا مستر هو انا هنا مش هعمل اوفر ان؟ اقول لك لا، عشان ده مش ريجولر. هنا ده القانون اللي انا بجيب كل الانجلز بكام. لان هنا بكام؟ بخمسه، يبقى 5 ناقص 2 تايمز 180 تبقى 3 باي 180 540. يبقى انت يا مستر قصدك ان الحته دي والحته دي والحته دي والحته، ايه ده؟ هي الحته دي ايه؟ دي 90، دي 90 رايت، والحته دي كمان كلهم بلس بعض يدوني كام؟ يا لهوي الحق الكالكوليتور غليت دلوقتي، استنى يا عم. تاني خلاص امسك نفسك. حلو، كل ده على بعض يدي كام؟ 540. قال لي حلو قوي الكلام ده، يلا بينا. طب يا مستر هو انا هكتب ايه؟ هتكتب بروف. بروف اكتبه ازاي؟ تعال نشوف. طبعا كله بقى ايه؟ لا ايه عامل كده، لا كده، لا كده، لا عشان ما حدش هيشوف. يعني يا مستر انت بتعمل ثانيه بص كده، بص يا بابا، في فرق ما بين دي وفي فرق ما بين دي. نقطه تحت لو انت عملتها كده بايدك قلبت معاك حرف ب، يبقى ده بسبب اوبا. ودي ايه؟ عملتها كده بحرف ايه؟ تطلع نتيجة نون ب، نقطة تحت بسبب، نقطة فوق نتيجة. فبنقول ايه؟ لكل بسبب في ايه؟ في نتيجة. يبقى انت عندك اسباب وهتكتب عليهم حبة نتائج. الاسباب دول هتجيبهم منين؟ من الحاجات اللي انت شايفها من قدامك. ايه الاسباب اللي عندي هنا؟ ان كل الانجلز دي على بعض بايكوال كام؟ 540. دي السبب. فالنتيجه ان الانجل دي ايكوال 540 ماينس ده بلس ده بلس ده بلس ده. خلصت. ايه ده؟ بس ايه ده؟ يعني مش هقعد اكتب كل الكلام ده خالص. طب واحده يلا بص كده، هنقول بسبب ان السمشن of all interior angles of figure equal n minus 2 times 180 equal 5 minus 2 times 180 equal 540. حلو كده، انا قلت له ان كل الانجلز اللي جوه على بعض السمشن بتاعها بكام؟ 540. قال لي حلو، يعني انت قصدك النتيجه نقطه فوق حرف النون. قال لي ايه بقى؟
ان ميجر انجل اللي انا عايزها اسمها دي اي اي. دي اي اي قلنا حرف الانجل لازم يبقى في النص ايكوال ال 540 كلها، وهتشيل منها وتفتح براكت. تشيل مين؟ ابدا 120 112 بلس 90 بلس 90 الثانيه بلس 130. اقفل طلع اجابه. يلا بينا يلا بينا. يبقى 100 540 ماينس 112 بلس 90 بلس 90 بلس 130 تطلع بكام في الاخر؟ 118. صعب؟ قال لا. سؤال مهم وفكرته حلوه والبروف اديك عرفته. السؤال اللي بعده. لا 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 لا. امسح يا معلم. اطلع فوق. ماشي. خش على الامتحان اللي بعده. في اسئله كده بتبقى صعبه شويتين ثلاثه، مش هتجيلك في الامتحان، هي بس ايه؟ مجرد ان انت بس تعلي بيها شويه. يلا كده نقرا مع بعض السؤال ده تاني. if insect measure 3 ملم in live reel، يعني دي حشره كده، حشره كده. ما لا، اللينس بتاعها في الريل لايف يبقى ده اللينس اوف ريل equal 3 ملم. طب وهنا يقول لك استخدم مكبره عشان تبقى في الاخر وشافها بكام؟ 4.5 سنتيمتر. عايز يعرف الماجنيفيكيشن ريشيو اللي هو السكيل فاكتور. كلمه سكيل يبقى الرول بتاعتك ال دي اوفر ال ار. لينس دروينج اوفر لينس اوف ريل. هو اللينس اوف دروينج اللي عندك اللي هو كام؟ اللي احنا قلنا عليه بكام؟ 4.5. ده اللينس دروينج، يبقى دي 4.5 بس دي سنتيمتر. الناحيه الثانيه 3 ملم. طب يا مستر ايه بتقول ايه؟ اقول لك تعال ينفع اليونتس ما تبقاش قد بعض؟ قال لا، لازم اخلي واحد زي الثاني. فلو جيت فكرت كده هتخلي السنتيمتر زي المليمتر او المليمتر زي السنتيمتر. السنتيمتر اكبر، فلو عايز احول من السنتيمتر للمتر للمليمتر يبقى تايمز 10. طب لو عايز احول من مليمتر لسنتيمتر يبقى هتعمله ديفايد 10. طب هعمل ايه؟ انا احسن لي اعمل ده تايمز 10، فتعملها تايمز 10 فتطلع معاك على طول 15 اوفر 1. فين 15 اوفر 1؟ اهي. موضوع مش صعب، الموضوع بس عايز حفظ قانون، حفظ تحويلات ده من ده لكام والكلام ده كله. which of the algebraic expression equivalent to the كذا. طبعا ده ايه؟ احنا كنا بنحب نقولها بطريقتنا الجميله. في هنا اللي فيه اكس ده هنسميه جزم، واللي من غير اسم ده هنسميه بصل. ده جزم وده بصل. قال لي يعني انت هتعمل ايه؟ يعني هو ينفع الجزمه تبقى واقفه زي البصله جنب البصله ولا البصله واقفه جنب الجزمه؟ قال لا. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ قال لك تعالى هات لي الجزم مع بعض وهات لي البصل مع بعض. يعني ايه؟ هنا في 2 اكس دول جزمه، وهنا في نيجاتيف 4 اكس دول الجزمه. يبقى كده انت هتقول لي 2 اكس ماينس 4 اكس. 2 اكس ماينس 4 اكس يا مستر يعني نيجاتيف 2 اكس. وفي بصل هنا ب 1 وفي الناحيه الثانيه نيجاتيف 7. 1 ماينس 7 يبقى كام في الاخر؟ نيجاتيف 6. قال لي طب يا مستر فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ اول واحده يا معلم. صعب. او كان ممكن ياخد الماينس كومن فاكتور، ممكن ما كانش يجيبها كده في اللي تشوز، وكان ممكن ياخد الماينس كومن فاكتور، فدي هتبقى 2 اكس بلس 6. هي السؤال اللي بعده. هوبا يا نهار ابيض يا مستر ايه ده؟ الشكل ده بص كده، تعالى كده شويه اهو. شايف كده؟ شايف كويس جدا. قال لي ايه ده يا مستر؟ ده شكل من كام سايد ده اهو؟ 1 2 3 4. كام سايد؟ 4. طب لو عايز افتكر كده على طول، قلنا الكوادراتلز كل الانجلز اللي فيه ايكوال كام؟ ايكوال 360. يعني يا مستر الحته دي بلس دي بلس دي بلس دي المفروض يبقى ايكوال كام؟ 360. يبقى انا لو عايز اجيب الحته دي بس هقول 360 ماينس كام؟ 70 بلس 110 بلس 120. يعمل كده 360 ماينس افتح براكت 70 بلس 110 بلس 120 كام؟ ايه ده يا مستر؟ الحته دي ب 60. اوبا. طب انا مش عايز الحته دي. ايه ده؟ طب ده في الاجابات اروح اختار ولا اخرس. شوف هو طالب ايه؟ طالب الاكس. في الاكس اهي. طب يا مستر هو احنا مش عارفين ان كل ده على بعض ب 180؟ هل تصدق صح؟ قال لي صح.
قال لي يا مستر يعني الحته دي عباره عن 180 ماينس ال 60 اللي انا جبتها هنا، يعني بكام؟ 120. خلاص اروح اختار 120. طبعا غلط، هو عايز الاكس، يبقى ال 3 اكس ب 120. يبقى الاكسيه جميله، ده بالتايمز بيروح بالايه؟ بالديفايدد، يبقى 120 اوفر 3 اللي هي كام في الاخر؟ خلي بالك الكلام مهم. السؤال اللي بعده، ايه ده على طول؟ يا نهار ابيض، ده اختراع ده. يلا بينا اطلع لها فوق. ولا يلا بينا. If the point xy is located in third quad. كبر شويه يا مستر بعد اذنك، سيكا سيكا سيكا. تعالى كده شويه بس. هي البوينت دي اللي هي الاكس واي دي موجوده في الثيرد كواد. قال لي يا مستر انا ممكن احط ارقام، حط ارقام، بس اهم حاجه ثيرد يعني ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف. نيجاتيف 2 نيجاتيف 5. طب انا ما بحبش 2 يا عم، حط اي ارقام ثانيه بس بالنيجاتيف. حلو كمل. Then the quadrant in which the point negative x y minus 1. السؤال ده مهم جدا. قال لي يا مستر انا كنت حاطط فوق الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2. قال لي خلاص حط نيجاتيف وحط مكانها الرقم بتاعك عشان بقول لك نيجاتيف اكس، وبعد كده الواي شيل منها واحد يبقى نيجاتيف واي اللي هي نيجاتيف 5 ماينس 1. نيجاتيف نيجاتيف تقلب بوزيتيف، صح يا مستر؟ يعني دي تبقى كام؟ قال لي يعني دي تبقى البوينت الجديده 2 ونيجاتيف 5 نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 6. ايه ده؟ يا نهار ابيض، الاكس بقت بالايه؟ بالبوزيتيف، والواي بالايه؟ بالنيجاتيف. اكس بوزيتيف واي نيجاتيف، هتلاقيها في الرابع كده على جنب على جنب، يبقى كده في انهي كواد؟ الفورث كواد. السؤال ده مهم جدا، انت بتحط اي ارقام من عندك بس اهم حاجه تحقق الشرط ان هي تبقى في الثيرد كواد. ثيرد كواد يعني نيجاتيف نيجاتيف، حطيت رقمين بالنيجاتيف بعد كده عوضت تحت، نيجاتيف مع نيجاتيف تقلب بوزيتيف، واي ماينس 1 يبقى نيجاتيف 5 ماينس 1 فتبقى الاجابه في الاخر نيجاتيف 6. فانت لو حطيت اي ارقام هتطلع نفس الاجابه، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، فانت كده في انهي كواد؟ الفورث كواد. if الاكس 2 3 و 7 and y subset من الاكس، يعني هي جزء من الاكس، which of the following can represent the y؟ قال لي واحده واحده. مين جزء من مين؟ قال لك الواي هي اللي جزء من الاكس، واي جزء من الاكس، يعني الواي دي كبيره ولا صغيره؟ يا مستر القلم جزء من ايدك، اوبا، يبقى مين كبير؟ يبقى ايديا، والقلم ده ايه؟ صغير. قال لي يعني انت قصدك الواي سبست من الاكس، يعني الواي فيها حبه من ارقام الاكس؟ قال لي تصدق صح؟ قال لي فيها حبه من ارقام الاكس. طب هي الاكس عباره عن كام؟ 2 و3 و7. 2 و3 و7. قال لي فاقدر اقول لك ان هي ممكن تبقى 2 و3 و5 ولا 2 1 7 ولا 2 7 ولا 3 7 1. قال لي طب بص، انت هنا عندك كام؟ 2 و3 و7. ادي هنا ال2 موجوده وال3 موجوده. حلو. طب هنا ال2 موجوده وال7 موجوده. هنا 2 7 وهنا 3 و7 هنا. قال لي يا مستر طب ايه رايك؟ هو انا ينفع اقول ده جزء من ايديا وما ينفعش تبقى الحاجه اللي في ايديا دي اللي هو القلم ما بقاش جوه ايديا؟ قال لي تاني. يعني ينفع امسك القلم ده واقول هو جوه ايديا، واجي اسالك تقول لي ايه اللي جوه ايدك، فتقول لي لا مش موجود حاجه؟ تقول لي لا، يبقى لازم تقول لي الحاجه بتاعت القلم. قصدك يعني يا مستر لازم أنا الحاجه اللي اختارها تبقى كلها موجوده في الاكس؟ قال لي يعني هنا ال5 مش موجوده، ما ينفعش. هنا ال1 مش موجود، ما ينفعش. هنا برضو نفس الكلام. قال لي يعني انت قصدك كده انت بتقول لي الحاجه الوحيده اللي هتنفع تختارها هي مين؟ اللي هي كامله كلها فيها، اللي هي كام وكام؟ ال2 وال7، عشان هما الاثنين موجودين جوه الواي، جوه سوري الاكس اللي هو القلم موجود جوه ايه؟ ده. السؤال ده مهم جدا. طبعا هنا كروس مالتيبليكيشن، كنا هنقول على طول لو عايز اجيب ده هنعمل كروس مالتيبليكيشن. مين؟ 9 باي 5 والريزلت هتطلع اعملها اوفر 3، يبقى كي بلس 1 ايكوال 9 باي 5 اوفر 3. 9 باي 5 9 باي 5 يعني كام؟ 45 اوفر 3 يعني كام؟ 15. يعني الكي بلس 1 كي بلس 1 ثانيه واحده، كي بلس 1 ايكوال ولا
كي بلس 1 ايكوال ال 15. طب خلاص ده بالبلس بقى يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى كي ايكوال 15. طب اثبت بقى بجد والله. ماشي 15 ماينس 1 يبقى كام في الاخر؟ 14. صعب الكلام ده، مهم جدا خلي بالك. نخش على اللي بعده. الاسئله دي مهمه جدا. The measure of the central angle angle of the circular sector which represents 35% of the circle. تقول لي بص انا عندي السيركل كلها على بعض لو جيت رسمت 360، انا عايز بقى اعرف الانجل السنترال اللي هي بتبقى من السنتر اللي واخده 35%. قال لي بس خلاص بص كده كل اللي هتعملوه ايه؟ هتقول لي يبقى انت هتقول لي مش هي كلها 360 وانت عايز 35% بس؟ قال لي يبقى هنقول 35 اوفر 100 عشان برسنتج تايمز 360. هي قد ايه من الانجلز بقى كلها على بعض؟ فانت تروح عامل كده على طول، يبقى تقول 35 اوفر 100 تايمز 360 تطلع بكام الانجل؟ 126 ديجري. دي 6. ذا كذا كذا is a rhombus that has one right angle. تاني افهم السؤال. بيقول لك في شكل هنا هو رومبس بس عنده one right angle. ايه ده؟ مين الشكل اللي زي الرومبس بس عنده one right angle؟ قال لي يا مستر انا عندي حبه اشكال زي بعض، تعالى اشرحهم لك وتعالى افهمهم لك. قال لي بص تعالى امسح ده، قول له كده اديني واحده ايه كده. قال لي بص كده كنا بنقول انا عندي في حاجات زي بعض، زي مين؟ زي ده وده وزي ده وزي ده. يعني اوضح لك ده اكتر. تعالى كده الاثنين اللي زي بعض اللي هو مين؟ الريكتانجل والبارالوجرام. مالهم؟ هو نفس الحاجات بس الفكره كلها ده معدول لكن ده مايل. ايه مايل؟ يبقى ده معدول وده مايل. ماشي. طب والرومبس والسكوير زي بعض بالظبط، عاملين ازاي؟ ده السكوير معدول والتاني مايل. ايه ده؟ ماشي. يعني في حاجات زي بعض. زي ايه؟ يعني انت عارف ان في السكوير كل دول قد بعض، وهنا كل دول قد بعض. في الرومبس والسكوير كل السيدات قد بعض. هنا انا عارف ان ده وده قد بعض وده وده قد بعض. قال لي ما انا في البارالوجرام عارف ان ده وده قد بعض وده وده قد ايه؟ قال لي ايوه صح. قال لي بس في حاجه اسمها معدول. معدول يعني في رايت ايه؟ رايت انجل. فاحنا بنقول ان انا لو قلت لك ده كده يبقى هنا رايت رايت رايت، هنا نفس الكلام مع الريكتانجل والسكوير، يبقى هم اللي معدولين اللي هم عندهم رايت انجل. فهو بيقول لك مين اللي زي الرومبس بس زياده عليه ان هو عنده 1 رايت انجل، يبقى اكيد هنا ده قصده بيها الايه؟ السكوير. يلا نكمل مع بعض. 4 minus 2k و 8 lie on the y axis. موجود على الواي اكسس؟ موجود على الواي اكسس. ماذا بعد؟ قال لي بس خلاص موجوده على الواي اكسس، يبقى انت كده قلت لي ما دام موجوده على الواي اكسس يبقى الاكس بكام؟ اكس بزيرو. في الاكس قال لي ده بزيرو مش الكي بزيرو. قال لي يعني انت قصدك كل ده هيساوي زيرو؟ يعني انا هحل ايكويشن يبقى 4 minus 2k ايكوال 0 وادي ده الناحيه الثانيه يبقى ال 4 ايكوال 2k، يبقى كي ده بالتايمز يروح الناحيه الثانيه بالديفايد يبقى كي ايكوال 4 اوفر 2 يعني بكام في الاخر؟ 2. عشان فعلا لو حطيت 2 تايم 2 4 4 minus 4 0. ركز في السؤال ده مهم. The projection on the y axis يبقى الاكس بزيرو، يبقى في الاكس ده الاكس وده الواي، يبقى لو جبت البوينت الجديده هتبقى 0 4. اسئله مهمه. For a set of values summation الاف ب 10 وسميشن الاف في اكس ب 40. زي اكس مين؟ طب ما الراجل ده طيب، يبقى سميشن الاف اكس على سميشن الاف يبقى 40 على كام؟ 40 على 10 اللي هي كام في الاخر؟ 4. قوانين المين سميشن الاف اكس على سميشن الاف. The measure of the central angle. ثانية واحدة تعالى ارجع كده شوية امسح ده. The measure of the central angle of the circular sector who is represent 30% of the area of السيركل is. خلي بالك السؤال ده خبيث شوية. هنا ما كانش عايز يعرف عايز اللي يعرف الانجل.
ثانيه واحده. ذا ميجر اوف سنترال انجل قد ايه؟ 30%. فانا كل اللي اعمله ما احنا قلناها قبل كده، يبقى 30 اوفر 100 تايمز 360 وتطلع بالاجابه. الكالكوليتور فين؟ لسه موجوده اهي. كل اللي هنعمله بس هنروح شايلين دي ونحط مكانها 30 تطلع بكام في الاخر؟ 108. السؤال اللي بعده. بروف. يا لهوي يا مستر يا بروف. ركز بقى. البروف قلنا فين؟ في الجيب. يعني في الجيب يعني انت هتحله صح كده كده. ركز معايا. ايه الشكل ده يا مستر؟ السلام عليك. هو عايز مين؟ هو عايز دي. قال لي حلو. ده مديني شويه بارلز. قال لي ايه ده ايه ده؟ انت قلت لي لو في بارلز لاين فيبقى عندك يا اما حرف زد يا اما حرف اف يا اما حرف يو. في حرف الزد الانجل دي بتبقى قد الانجل دي، في حرف الاف انجل دي بتبقى قد الانجل دي، في حرف اليو السمشن بتاع دولت يديني كام في الاخر؟ 180. دي اسمها الترنيت، دي اسمها كورسبوندنج، ودي اسمها انتيريور. قال لي حلو. يبقى انا لازما في الشكل ده الاقي الحاجات دي عشان اعرف اشتغل. واحنا قلنا نقطه تحت بسبب، نقطه فوق نتيجه. حلو. قال لي حلو. ثانيه واحده. امسح بقى ده. يلا يا باشا نعيش. قال لي انت عايز تجيب الانجل دي. ماشي. طب يا مستر ما هو بيقول لك ان في ده برق ده. قال لي اه جميل. قال لي يعني انت عارف ان دي كلها بلس دي كلها تديني كام؟ 180 عشان ده حرف يو. قال لي بس مش هتحل معايا حاجه. امسح امسح امسح. قال لي حلو. طب يا مستر ما في برق تاني اهو. قال لي تصدق صح. قال لي يعني انت قصدك الحته دي بلس الحته دي يدوني كام؟ 180. ليه؟ ادي حرف يو. 110 يبقى فاضل هنا كام؟ 70. قال لي بجد تصدق صح. سلام عليك يا مستر. ايوه ناقص لك بقى ايه؟ مخمخه تاني كده تجيب لنا الانجل تانيه. طب ولا ما هو ده كنا لسه قايلين ماله مع ده؟ برل. قال لي يا مستر يعني انت قصدك ولسه قايل لي ان دي مع دي كلها 180. قال لي حلو. طب ما دي 70 و45 يبقى كام؟ 115. يبقى الحته اللي فاضله هنا كام؟ 180 ماينس ال 115. يبقى 180 ماينس ال 115 تطلع بكام؟ 65. قال لي ايه ده؟ الموضوع خلص. ليه يا مستر؟ عشان كلمه واحده يا عم انت. ما هو ده وده كام سايد؟ قال لي 4. وقلنا اي كوادرات السمشن بتاع الانجلز بتاعته بكام؟ 360. قال لي حلو. كل الانجلات على بعض 360. تصدق يا مستر صح. طب ما انت معاك كام واحده جوه؟ 1 2 3. تعرف تجيب الرابعه؟ ب 360 ماينس ال 65 بلس ال 110 بلس ال 70. اوبا. وكون خلصت. بس ولا احنا ما كتبناش بروف. اوبا وانا لازم اكتب بروف؟ ما انا جبت الرقم صح. ريلاكس. هنكتب البروف وتاخد الدرجه. ادي لايك. 360 ماينس 65 بلس 110 بلس 70 كم؟ تطلع ان الانجل دي ب 100 ده كام؟ 15. قال يا مستر واحده عشان ايه؟ في البروف على قدي. في البروف على ايه؟ على قد. واحده يلا هتفهم كل حاجه. انت اول سبب قلت لي ان في ايه؟ برل. هل خدت ده؟ لا انا خدت ده يا مستر الاول عشان دي مع دي الدنيا 180. بس تعالى نكتب بسبب نقطه تحت ايه؟ نقطه تحت ان مين؟ الدي سي. ماله؟ برل لمين؟ للاي بي. فتقدر تقول لي يا مستر ان كده تقدر تقول ان ميجر انجل سي بلس ميجر انجل الحته اللي جوه. يبقى لازم اقولها 3 حروف. ميجر انجل سي بي اي. كل ده ايكوال كام في الاخر؟ 180. حلو. يبقى تقدر تقول لي من هنا ميجر انجل ال سي بي اي ايكوال 180 وتشيل منها ال 110 تطلع بكام؟ ب 70. قال حلو. مستر بعد كده اشتغلنا على مين؟ اشتغلنا على البرل ده يبقى دولت بلس بعض دي ودي يدوني كام في الاخر؟ 180. يبقى نقول له بسبب. ايه السبب التاني؟ بص اهي السبب فوق ده النتيجه تحته. يبقى السبب التاني
ان التاني هما اللي بارل مين؟ الاف بي بارل مين هنا؟ الدي اي. فالنتيجه ان انت تقول لي هنا لازم نكتب له كلمه انتيريور عشان اخد الدرجه. نفس الكلام يبقى ميجر انجل مين بقى كلها؟ اسمها بي كلها او اسمها اف بي اي، دي كلها اف بي اي دي كلها، والناحيه الثانيه مين؟ اي. يبقى اقدر اقول لك ميجر انجل اف بي اي بلس واحده عشان ايه؟ يا لهوي اطلع فوق. ولا ايوه ميجر انجل اف بي اي بلس ميجر انجل اي ايكوال 180. اظبط بقى. هوب ولا اهو حلو. يبقى اقدر اقول لك ميجر انجل الاي ايكوال 180 ماينس الانجل اللي انا جبتها اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هما الاثنين مع بعض 70 بلس 45. طلعت الحمد لله بكام في الاخر؟ 65. يبقى هتقول لي في الاخر عملت ايه؟ ان كل الانجلات دي على بعض بكام؟ ب 360. يبقى تقدر تقول لي يبقى بسبب ان السمشن اوف اول انتيريور انجل، وطبعا احنا هنا اوعى تنسى نكتب كلمه ايه؟ انتيريور زي ما كتبناها فوق. سمشن اول انتيريور انجل ايكوال 360 بتاعت الكوادراتل اوف كوادراتل. ده السبب. فالنتيجه ايه؟ ان ميجر انجل اللي انا عايز اجيبها في الاخر اللي هي دي ايكوال 360 ماينس كام؟ 65 بلس 110. ولا اظبط ماشي بلس خلاص بقى بلس في 110 بلس 70 كل ده على بعض دي كام في الاخر؟ 115. مسألة مش صعبة، مسألة بس عايزة تفهم انت عملت ايه. هقول لك تاني بسرعة قوي. احنا اول حاجة اشتغلنا ان ده وده بارل، ففي حرف يو، يبقى الانجل دي بلس الانجل دي ايكوال 180. جبنا ساعتها ال 70. بعد كده قلنا ده وده بارل، يبقى السمشن بتاعت الانجل دي بلس الانجل دي ايكوال 180، فجبنا من هنا الايه. بعد كده قلنا كل الشكل ده على بعض 4 انجلات، فكلهم على بعض دي 300 كام؟ 60. طبعا المسألة اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي بتاعت النمبر اوف اورز والنمبر اوف وركرز. هو عايز يحسب ايه في الاخر؟ عايز يحسب لك الارثماتيك مين. هو بيقول لك الارثماتيك مين اصلا بكام؟ ب is 75. Find the number of the workers who work 6 hours such that the arithmetic mean equal كذا كذا كذا. هو عايز يعرف دي بكام. الحلو. بص يا بابا، احنا عندنا بنقول لو انا عايز اجيب الكلام ده فكنا بنعمل جدول. انا عارف ده الاكس وده الاف، فكنت بعمل جدول مكون من 3 خانات اكس اف وهنا اكس اف او اف اكس، مش فاهم. اول رقم 5 6 7 8. محدش يقول لي بقى 6 7 قال لي كمل 6 7 8 10 8 10 وقفل جدولك. بعد كده ماشي، احنا عايزين ايه؟ مساحة كبيرة شوية. طب معلش هنمسح تاني، نطلع ده فوق شوية. يلا بينا. الجدول اهو اكس اف اكس اف. عندي 5 6 7 8 9 10. طبعا انت في الامتحان لازم تعمل حاجه زي كده بالمسطره طبعا. بعد كده عندي الاف، احنا قلنا خلاص انا عارف ده الاكس وده الاف كنا لسه قايلينه، وادي 12 وادي ان وادي 30 39 16 9. حلو. ده في ده يبقى 12 في 5 في 12 60. 6 في ان
6 ان. 7 في 30 يبقى 210 على طول بقى. 8 في 39 تروح ماسك وحاسب على طول كده، يبقى 8 في 39 تطلع 312. بعد كده 9 في 16 144. بعد كده 9 في 10 ب 90. بعد كده بنجيب سمشن ده ونجيب سمشن ده. سمشن ده قال لي يا مستر انا في ان موجوده دي مجنناني. قال لي بس خلاص واحده واحده. هتعمل ايه؟ هتسيبها زي ما هي، اجمع كل الارقام حواليه 12 30 39 16 بلس 9 يبقى 12 بلس 13 بلس 39 بلس 16 بلس 9 ايكوال 106 بلس ان اللي موجوده اوعى تاخدها معاك في الحسب. يبقى هنا 169 106 بلس ان. اختراع الالوان الجديده دي ماشي. طب بعد كده اذنك يا مستر دولت برضو هجمعها علامه السمشن. قال لي بس خلاص يبقى انا هجمع كل حاجه وتسيب الحته بتاعت الرين تسيبها لوحدها. ها محدش ياخد ال6 لا خليها زي ما هي. يبقى 60 بلس 21 بلس 201 210 بلس 312 بلس 144 بلس 90 كام؟ 816. 816 بلس ايه؟ بلس 6 ان يبقى 800 كام؟ 16 بلس 6 ان. قال حاجه قال له مستر هو ايه اليمين اصلا؟ المين ده كان بيقول لك مجموعهم اللي هو بتاع مين؟ اكس اف على الاف. قال لي حلو، يعني انت قصدك ايه؟ يعني انا قصدي هتقول لي 816 بلس 6 ان اوفر 106 بلس ان. كل ده لما قال لك على بعض اداني كام؟ 7 اند هاف. يبقى كل ده ايكوال كام؟ 7 اند هاف. قال لي يا لهوي يا مستر اللي انت هتعمله ده. قال لك بس تعالى بقى انت لو جبت الان تكون خلصت. هتعمل حته اسمها كروس مالتيبليكيشن. هنعمل كروس مالتيبليكيشن ونجمع في الاخر الان مع بعض والارقام مع بعض اللي هو البصل مع البصل والجزم مع الجزم. طب يا مستر وانا ممكن 7.5 دي اكتبها فراكشن عشان تبقى احسن بدل ما تبقى ديسيمال؟ قال لك لو كتبت على الكالكليتور 7.5 هتطلع لك على طول ان هي كام؟ 15 اوفر 2. يعني انت قصدك يا مستر دي ممكن نشطب عليها ونحط مكانها 15 اوفر 2؟ قال لي ده احسن. ليه؟ عشان لما اعمل كروس مالتيبليكيشن انا المفروض هحط هنا براكتات عشان ده يتعمل مالتيبلاي ده وده يتعمل مالتيبلاي ده. فهنعمل 2 باي 816 بلس 6 ان وهنا 15 تايمز 106 بلس ان. هنعمل ايه؟ كنا بنعمل ديستريبيوشن بنوزع ازاي؟ ده هنا مره تايمز وده هنا تايمز وهنا تايمز وهنا تايمز. يلا 8 2 باي 816 تطلع بكام؟ 1032. 2 باي 6 يبقى 12 ان equal 15 باي 106 15 باي 106 1000. قال لي حلو. انا كده لو طلعت لك تحت شويه كده عشان تشوف الكلام المكتوب مظبوط اهو. هتجمع كده الانات مع بعض والارقام مع بعض اللي هي البصل مع البصل والجزم مع الجزم. فين البصل وفين الجزم؟ قال لي ادي البصل وادي الجزم مع الجزم. طبعا احنا بنثبت حاجه في ناحيه ونودي لها الناحيه الثانيه، فالحاجه اللي هتروح الناحيه الثانيه بعكس الساين. فكل اللي هنعمله يبقى هنا ممكن تودي ال 12 الناحيه الثانيه، فما دام وديت البصل في الناحيه دي يبقى انت هتدخل الجزم جوه، فتبقى 1000 ماينس عشان ده بالبوزيتيف يخش جوه ايكوال 15 ان وده جاي له من بره يبقى ماينس 12 ان. اعمل ده بالكالكليتور ماينس 32 تطلع بده 42. 15 ان ماينس 12 ان يبقى 3 ان. ده بالتايمز يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد يبقى الان ايكوال 42 اوفر 3. 42 اوفر 3 ايكوال 14 يبقى الان ايكوال كام؟ 1000. 1000 مبروك مبروك مبروك. 14 مسألة مهمة جدا بس اتلخبط كتير جدا. هقولها تاني بسرعة. اشتغلت عادي اكني مش واخد بالي من الان، وبعد كده الحاجة الان دي سبتها في المجموعة جنبهم، يعني 106 بلس ان السمشن بتاعهم 106 بلس ان. هنا نفس الكلام بلس اوفر بلس 6 ان. خلصت
القانون بيقول لي مجموعهم على عددهم. اشتغلت عادي، عملت كروس مالتيبيكيشن 7.5 هي 15 اوفر 2 كروس مالتيبيكيشن، جمعت الانات مع بعض وجبت الحاجات مع بعض. عايز تتاكد ارجع اطلع حط الان هنا بكام 14 واحسبها، هتطلع معاك في الاخر 15 اوفر 2 وكلامنا هيبقى صح ان شاء الله. السؤال الاخير، سمير بوت كار فور كذا. سمير اشترى عربيه بكذا and sold it for كذا وباعها بكذا. find the percentage profit that سمير made. عايز يعرف هو سمير ده كسب ولا خسر وبقد ايه. قال لي طب بص واحده واحده، كل اللي هتقول لي عليه هتقول لي هو جابها بكام، هو اشتراها بالسعر ده وباعها بكام بده، يبقى هو جابها بالسعر ده وباعها بالسعر ده، يبقى انا هعمل السعر اللي هو باعها بيه 1 2 3 5 دولت ماينس السعر اللي هو جابها بيه. طب احنا بنقارن بالنسبه لمين؟ بنقارن بالنسبه للسعر اللي هو جابها بيه، اللي هو الفلوس اللي كانت معاه. ما هو كان معاه فلوس كذا، بقى اشترى حاجه جابت له فلوس اكتر لما باعها. تاني كان معاه فلوس، اشترى حاجه جاب الحاجه دي باعها بفلوس ازيد، يبقى هو كسب. يبقى انا هجيب السعر الحاجه دي بعد لما باعها اهو ماينس الحاجه الاصليه. تمام؟ بعد كده هعملها اوفر كام؟ اوفر الحاجه الاصليه ذات نفسها اللي انا هقارن بالنسبه ليها، يبقى اوفر الرقم اللي هو اشترى بيه اصلا 1 2 3 4 5 تايمز 100 عشان هو عايزها بالريسنتج. يبقى هنقول ايه؟ 1 2 3 4 5 ماينس 3 5 0 0 0 4 زيروهات وهنا 5 زيروهات وتحت يبقى احنا هنا في زيرو زياده. امسح يا عم. اوفر 5 1 2 3 4 الرقم بتاع ده تايمز 100 يبقى هو ثانية واحدة في حاجة في الزرار ده غلط. 2 3 وهنا 4 وتحت 2 4 5 صح، ما احنا قلنا برضه تحت احنا فوق 4 بس سوري نزود زيرو انا كنت كاتبها غلط. تايمز 100 تطلع معاك في الاخر ان هو كسب 14.28%. ركز بس على الكالكليتر، اوقات الايه الزيروز كده بتتكتب بطريقه تانية. نشوف كده بسرعه لو في حاجه تانية تبقى بالنسبه لك مهمه. السؤال ده مهم جدا، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. هتعمل ايه؟ انت هتقول لي عايز ميجر انجل بي، فين البي اهي. طب يا مستر بسرعه بسرعه بسرعه، ايه هو؟ قال لي انت كده ده بارل ففي حرف يو. قال لي طب ما هنا في بوينت، يبقى كل الانجلز دي على بعض بكام؟ ب 360. طب ما انا عارف ان دي 90 و 120 يبقى اللي باقيه دي هنا ب 360 ماينس كام؟ 90 بلس 120. 360 ماينس 90 بلس 120 تطلع ب 150. يبقى الانجل دي يا مستر بكام؟ طب يا مستر ما هو ده كده بارل لبعض، يبقى دي بلس دي يدوني كام؟ 180. يبقى الحته دي بكام في الاخر؟ 30. السؤال ده مهم جدا. The sum of the two numbers is كذا. sum يعني ايه؟ يعني بلس. sum يعني بلس بتاعت الرقمين دول كذا والريشيو 4 to 7. find the value of the larger يعني ايه؟ الكبير. قال لي بس كده احنا طريقتنا الجميله المعتاده. انا عندي رقمين الريشيو ما بينهم 4 to 7 ده كده ريشيو. طب في الريل ما اعرفهمش، بس انا عارف ان السميشن يبقى انا ازود خانه هنا السميشن 4 بلس 7 يبقى 11. طب وتحت في الحقيقه كانوا كام؟ 264. طريقتي المعتاده عايز اجيب الاكس يبقى عباره عن 4 باي كذا 4 باي الرقم ده اوفر ده كروس مالتيبيكيشن 7 باي كذا اوفر كذا 7 باي كذا اوفر كذا او 4 باي كذا اوفر كذا. يبقى عايز اجيب الاكس كروس مالتيبيكيشن، عايز الكبير اللي هو اكيد ال7 يبقى الواي ايكوال 7 باي 264 اوفر كام؟ اوفر 11. يبقى هنا 7 باي 264 اوفر كام؟ اوفر 11 تطلع بكام في الاخر؟ 168. السؤال ده مهم جدا جدا جدا.
طبعا بيقول لك هنا الارثماتيك مين اوف ذا فاليوز كذا، يبقى انت ايه هو الارثماتيك مين؟ مجموعهم على عددهم، يبقى هتقول 7 minus x plus x minus 3 plus 8 a over كام؟ 1 2 3 يبقى اوفر 3. هتلاقي هنا نيجاتيف x وبلس x كنسلوا بعض. 7 minus 3 4 بلس 8 يبقى 12 تبقى 12 اوفر 3. 12 اوفر 3 يبقى بكام في الاخر؟ 4 بس. سؤال مهم، سؤال مهم. طبعا المود اكتر رقم بيتكرر، يبقى هنا هناخد مين على طول؟ يبقى ناخد فوق فين هنا؟ 4 يبقى الفور طبعا هو ايه؟ المود. طبعا ده خدناه تاني نفس الكلام نفس الكلام. هنا طبعا المسألتين دولت مهمين جدا جدا جدا، هننهي بيهم ويلا بينا. هنا دي سؤال مهم جدا، يقول لك ايه؟ بس عايز اقول على معلومتين بس فكروني فيهم بالاخر، طبعا هل حد هيفتكر حاجه؟ هنا عايز ابدا، هو عايز مين يا معلم؟ هو عايز يعرف ميجر انجل اكس، او الاكس بكام؟ قال لي في الاكس دي، فين يا مستر اكس؟ ما هو ايه اللي هنا كلام اهو، خلي بالك يبقى الكلام ده مهم جدا. ميجر انجل بي اي سي بكام؟ اكس بلس 4 بلس 40. خلاص يلا بسرعه يلا بسرعه مستر، ممكن تركز؟ يلا بينا نركز، يلا. هوبا، في ايه؟ في برل. ده برل ده، ايوه، فده حرف ايه يا مستر؟ زد. يبقى الحته دي قد مين؟ قد دي. صدق صح. طب يا مستر كل ده على بعض يديني كام؟ ترينجل، يلا ترينجل السميشن بتاعت الانجلز بتاعته كام؟ سراوند كام؟ 60. سراوند ايه؟ تاني يا مستر فوق. 180. يلا استنى تعال. يبقى الانجلز دي كلها على بعض بكام؟ 100 كام؟ 80. يعني دي امسك، دي بلس دي بلس دي كلها على بعض بكام؟ 180 بس كده. طب تعالى نكتب بروف. مستر انت بتقول ايه؟ يا عم تعالى يلا. هنبدا ازاي؟ قال انا هبدا زي ما انت قلت لي يا مستر، في اسباب ففي نتيجه. بسبب ايه هو؟ ان الدي اي بارل لمين؟ للبي سي. فالنتيجه ان ميجر انجل الدي ايكوال ميجر انجل البي. ليه؟ اصلهم الترنيت، يعني بكام؟ يعني ب 60. يا مستر هتخش جوه الترينجل، الترينجل مين اسمه؟ اي بي سي. ايه الحاجات اللي كده؟ ايه الاسباب؟ ان السمشن اوف اول انتيريور انجلز 180 بس. يبقى اقدر اقول لك يبقى النتيجه ان ميجر انجل A ايكوال 180 ماينس ال 60 اللي انت عملتها هنا اللي هي جت من فوق حرف زد، 60 بلس 20 يعني كام؟ 100. يبقى اقدر اقول لك ان الاكس بلس 40 اللي هي هنا اللي هي عند الانجل بي اي سي ايكوال 4x بلس 40. يا مستر ده بلس يروح الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى الاكس ايكوال 60. اللي بعده طبعا عايزين نفرق ما بين الحرف اليو ده كده يونيون يعني كلهم، وده كده انتر سيكت. يونيون يعني كل الحاجات اللي في الاف وجي. اف وجي يعني ايه؟ اليونيون بتاعهم يديني 1 2 3 4 5 6. الانترسكشن يبقى انا كده الانترسكشن من الحته اللي متقابله فيهم هما الاثنين ايه؟ ال1 وال4. يونيون كل الارقام، انترسكشن يبقى هما الاثنين اتقابلوا مع بعض فين؟ بس. اخر سؤال. مش حاجه تانية؟ يا الحمد لله. راجل حب يستثمر فلوسه في فلوس كذا بريشيو 246. كالكوليت ذا كل بيرسون. لا ده كذا 3 اشخاص. قال لي دي المساله اللي انت بتحبها يا مستر. 3 اشخاص. ارسم يلا ارسم يلا يا عمك. ايه ده؟ مين ده؟ ده حموكشه. وده مين؟ عبده. وده اي واحد. 3 اشخاص دخلوا مشروع مع بعض. الريشيو بتاعتهم 2 to 4 to 6. حلو. هما الناس دي كلهم دفعوا كام على بعض؟ قال لي كل اللي دفعوه الرقم ده يا معلم. يبقى هما الثلاثه على بعض معاهم الرقم ده. يبقى ده مين ده؟ قال لي ده الصم. يبقى زود بعد اذنك هنا يا مستر الصم. صم 2 و4 6 6 و6 12. طب انت عارف ده بكام في الريل؟ يبقى ده كان ريشيو ده كان ريل اكس واي زد. بس انا عارف حاجه مهمه ان هم كلهم على بعض يديني
الرقم اللي عندي فوق في الريل. بس يا مستر انت قلت لي عليها المساله اللي فاتت، يبقى هتقول ايه؟ لو عايز اجيب الاكس اهو، يبقى مين؟ 2 في الرقم ده اوفر الرقم ده، يبقى كام؟ 2 تايمز كام؟ 3 6 0 كام زيرو دول؟ 4. نطلع الرقم بعد كده الواي نفس الحاجه 4 تايمز والزد اوفر كام؟ اوفر 12. طلع طبعا ارقام بالكالكليتر والدنيا تبقى زي الفل. خليني بس اقول لك على مساله كده ما نسيت احطها في الشيت، معلش تركز. لو قال لي find mid point of ايه؟ of البوينت او of اللاين AB. ال A equal 2 3 4 will be equal 7 و negative 2. قلنا ايه قانون الميد بوينت؟ قلنا الميد بوينت دي النقطة اللي في النص، ادي A ادي B وادي النقطة اللي في النص اللي هي الميد بوينت. ايه القانون بتاع الميد بوينت؟ x1 بلس x2 على 2 y1 بلس y2 over 2. فين x1؟ قال لي ما البوينت دي هتبقى x1 y1 والبوينت دي x2 y2. قال لي يعني يا مستر انت قصدك هنا هتبقى البوينت دي 3 و4 والبوينت الثانيه هتبقى 7 ونيجاتيف 2. يعني يا مستر لو عايز اجيب الميد بوينت اللي هي الام هتبقى ايكوال x1 اللي هي 3 يبقى 3 بلس 7 اوفر 2. ولا ايه اللي حصل؟ يلا وي ده تاني بوم بوم. ماشي كنت قلت لك خلاص الرول انت عارفها واكتبها عندك. يبقى احنا كنا نقول ان الاي هنا والبي اهي والام اهي، دي قلنا 3 و 4 وهنا كانت 7 ونيجاتيف 2 تقريبا. فيبقى الميد بوينت يبقى 3 بلس 7 اوفر 2 وهنا 4 بلس نيجاتيف 2 اوفر 2. هنا هتبقى 10 على 2 يعني 5 وهنا 4 ماينس 2 يعني 2 اوفر 2 يعني بكام في الاخر؟ 1. دي كده الميد بوينت، دي كان النقطه اللي في النص اللي هي 5 وكام؟ 1. طب افرض مثلا انا قلت لك لا انا هعكس، انا كده معاك ال2 بوينت وجبت لك الميد بوينت. طب يا مستر ايه رايك لو انت اللي جبت لي الميد بوينت ومسحت لي دي اكس وواي معرفهاش وبقول لك هات لي بقى ايه الميد بوينت، سوري هات لي البوينت دي. انت معاك الميد بوينت وعايز تجيب ايه؟ وعايز اجيب البوينت الثانيه. قال لي بص يا مستر انا عندي نفس الرول x1 y1 x2 y2. كل اللي هتعمله هتقول يبقى x1 بلس x2 على 2 بتساوي مين يا مستر؟ بتساوي يلا الرقم بتاع الميد بوينت اللي هو بتاع الاكس اللي هو 5. نفس الكلام الناحيه الثانيه هتقول يبقى الواي يبقى اللي هي y1 بلس y2 اوفر 2 هتساوي مين يا مستر؟ هتساوي ال1. ايه ده؟ يعني انت قصدك ايه؟ يعني هتقصدي هنا 3 بلس اكس معرفهاش اوفر 2 بتساوي كام؟ 5. حل المساله ده بالتايمز ده بالديفايدد تروح الناحيه الثانيه تايمز يبقى 3 بلس اكس ايكوال 10 دبل بلس هيروح بالماينس يبقى الاكس بكام في الاخر؟ اكس هنا ب 7. ده اللي احنا كنا كاتبينه في الاول لو فاكر. نفس الكلام هنا الواي 1 اللي هي بكام يا مستر؟ يعني 4 بلس واي 2 اوفر 2 كل ده ايكوال كام في الاخر؟ 1. اطلع فوق سيكا. ماشي خلاص انت عارف ان هنا كان في 2 تايم 1 يبقى ده ب 2 يبقى 4 بلس واي باور 2 باي 2 ايكوال 2 دبل بلس هيروح بالماينس يبقى الواي 2 ايكوال 2 ماينس 4 يبقى كام في الاخر؟ نيجاتيف 2. ايه ده يا مستر؟ طب ما هو فعلا يبقى البوينت دي كانت اصلا كام في الاخر؟ 7 ونيجاتيف 2. طب ما هو دي اللي انا كنت كاتبها قبل ما امسح. قال لي يبقى تركز جدا في المسالتين دولت مهمين جدا. كلمه مهمه واخيره بيقول لك لو ده ميد بوينت والبوينت دي A مثلا اللي هي 3 و5 او 3 ونيجاتيف 5 ودي الاوريجين بوينت اوريجين يعني ايه؟ 0 0 هي الميد بوينت يبقى البي بكام؟ او الدي بكام؟ مش فارقه معايا. اعكس ساينات كل رقم. يبقى دي ب 3 يبقى الميد بوينت يبقى الناحيه الثانيه تبقى بكام؟ نيجاتيف 3. دي بنيجاتيف 5 يبقى الناحيه الثانيه بكام؟ ب5. السؤال ده مهم.
شكرا. احب اشكركم ان انتوا اتفرجتوا وشفتوا الكلام ده، بس عايز اقول لك على حاجه، خلي بالك ان الكلام ده مهم، لو ركزت فيه صدقني هتخش تقفل الامتحان. ركز ان الكلام ده هو اسئله التقييمات، اسئله الامتحانات، الاسئله ان شاء الله اللي هتجيلك في الامتحان. شكرا.